مزعجة قوي مش كده؟ وما بتتهشش. كنت قاعدة أنا وبنتي بنذاكر وكان في دبانة رخمة عمالين نهشها وترجع نهشها وترجع. راحت بنتي بصيت لي كده وقالت لي إيه؟ مش انتي قلتي لي إن كل حاجة ربنا خلقها ليها فايدة؟ قلت لها طبعا. قالت لي إيه فايدة الدبان؟ والسؤال ده نور لمبة في دماغي. أنا ندى وده ندى توكس. تعالى أقولك إيه فايدة الدبان. حلقتنا النهاردة عن الذباب أو الدبان. الدبان ده من أكتر الكائنات انتشاراً على وجه الأرض. أساساً موجود في العالم أكتر من 120,000 نوع للدبان، وده أكبر من عدد الطيور كلها على وجه الأرض. والذبابة المنزلية اللي هي بتبقى موجودة في بيوتنا عمرها بيبقى من 15 ل 30 يوم، ورغم إن دي فترة قصيرة جداً بس بيتكاثر في الوقت ده بكميات كبيرة جداً. طب ليه لما بنضرب الدبان مش بنضربه بسهولة وبنلاقي صعوبة فظيعة في الموضوع ده؟ علشان الدبانة عندها عيون مركبة فيها آلافات العدسات، وده بيخليها تشوف في نطاق 360 درجة ومن غير ما تلف دماغها. حتى لو متزاج ظهرها هي شايفاك، فأول ما هتقرب منها هتجري وتهرب. وعلى فكرة الدبان مش سريع قوي في الطيران زي ما احنا فاكرين، هي بس قدرته على النظر 360 درجة اللي بيساعده على الهروب بسرعة لو حد قرب منه. طيب الدبانة دي مش من الزواحف، بتمشي ازاي على الحيطان والأسقف؟ بص بقى، رجل الدبانة فيها شعيرات صغيرة لاصقة، لما بتقف على حيطة أو سقف على أي سطح بتفرز مادة لزجة بتخليها تلزق على السطح اللي هي واقفة عليه، وده سبب إن هي بتعرف تمشي على الجدران والأسقف. مؤذية جدا الدبانة لأن هي من أكتر الكائنات الحية اللي بتنقل الأمراض على مستوى العالم هي الدبانة، لأن هي بتقف على الفضلات والقمامة وأي مكان مش نظيف بترجع تقف في مكان تاني فبتنقل العدوى. بتنقل أكتر من 60 نوع من البكتيريا والطفيليات والفيروسات، زي إيه؟ زي الدوزنتاريا والتيفود والكوليرا. بس إيه؟ غريبة جدا. غريبة ليه؟ لأنها رغم إنها بتأذينا بس بتهتم بنظافتها الشخصية جدا. طيب إزاي؟ الدبانة بتستخدم كل حتة في جسمها علشان تنظف جسمها. أحيانا لو بصيت على دبانة تلاقيها بتحرك أجنحتها أو رجليها بطريقة غريبة. الدبان بيحس بحكة في جسمه لو في جزيئات من الغبار أو حبوب اللقاح لازقة على الجسم، فده بيخليه يفضل يفرك في جسمه بالأجنحة وبالرجلين وأحيانا بعيونه علشان ينظف جسمه. ولو في أوساخ عالقة على رجله مثلا بيتخلص منها عن طريق بقه. طيب الدبان بيعمل كده ليه؟ ربنا خالق للدبان في جسمه أجهزة استشعار أو مستقبلات استشعار، بيعرف بيها إيه؟ لما بيقرب من أكل أجهزة الاستشعارات دي بتخليه يعرف الأكل ده صالح إنه يتاكل ولا لأ. الدبانة طلعت أنفة وما بتاكلش أي حاجة. وبيدوق الأكل إزاي؟ بيدوق الأكل عن طريق كل أجزاء جسمه، عن طريق رجله أو جناحه أو بقه. طب إيه يعني؟ بيقطم حتة من الأكل كده ويشوف طعمها؟ لأ، بيطلع سائل من فمه يذيب الطعام، ولما الاكل بيدوب بيقدر ان هو يتذوقه بفمه ويعرف هو صالح للاكل ولا لا. سبحان الله السائل ده بيساعده لان الدبانه مش بتندق الاكل زي الكائنات التانية. الذباب بقى بيرفرف بجناحاته حوالي 200 مره في الثانيه الواحده، ده غير ان هو بيحب الروائح القويه زي ريحه العسل والفواكه الناضجه والسكر. فخدوا بالكم وابقوا غطوا الحاجات دي. نرد بقى على اول سؤال سالته، ايه فايده الدبانه؟ طلع ليها فوائد كتير جدا. أول فايدة للدبان هي تنظيف البيئة. أيوة الدبان بيساعد على تنظيف البيئة، لأنه بيعمل إيه؟ هو بيتغذى على إيه؟ بقايا الفضلات والجثث، وده بيساعد على تحليل الكائنات الحية اللي بعد ما بتتحلل بترجع لعناصر غذائية للتربة، وساعتها التربة هتبقى خصبة للزراعة. دي أول حاجة. طب وإيه الحاجة التانية؟ تلقيح النباتات. مش لوحدك يا نحلة اللي بتساعدي النباتات، الدبان كمان بيعمل كده. في ذبابة اسمها ذبابة الزهور، ودي بتعمل ايه؟ بتلقح النباتات زي النحل بالظبط، وفي انواع من الزهور بيعتمد عليها كليا. يعني النوع ده من الذباب لو اختفى سلسلة النباتات دي كمان هتختفي، وده هيأثر على البيئة. تعتبر الدبانة دي كمان مصدر غذاء لكائنات كتيرة زي الضفادع والعناكب وكمان انواع من الاسماك، يعني اختفائها برضو هيأثر على سلاسل الكائنات دي. طب بتنفع البشر في ايه؟ كل اللي انا قلته ده اصلا بينفع البشر، لكن كمان بتنفع البشر في التجارب الجينية، زي نوع من الذباب اسمه دروزوفيلا أو ذبابة الفاكهة. النوع ده من الدبان بيتكاثر بسرعة فبيساعد العلماء إن هو يراقبه بسهولة. ذبابة الدروزوفيلا اللي أنا قلتلكوا عليها اللي هي ذبابة الفاكهة دي ساعدت العلماء زمان إن هم يكتشفوا علم الوراثة والجينات، تفاصيل انتقال الصفات من الآباء للأبناء. ده كان بداية علم الوراثة والجينات اللي على أساسه دلوقتي بنتقدم في علاج أمراض مزمنة زي السرطانات. ده غير ان هو بيشترك معانا في عدد كبير قوي من الجينات، وبفضل الذبابه دي العلماء اكتشفوا حقائق كتيره جدا عن الوراثه والامراض والجينات. على بقى فاجئك واقول لك الدبانه اللي بنهشها وما بنطقهاش دي مفيده جدا في الطب. ايه بقى علاقه الدبانه بالطب؟ علاقه قويه جدا. الدكاتره بيستخدموا نوع معين من الدبان في علاج الجروح المزمنه، وده لما المضادات الحيويه والعلاج الكيميائي ما بيجيبش نتيجه بيعملوا ايه؟ بياخدوا يرقه الدبانه ويعقموها ويحطوها على جرح مزمن. فبتعمل ايه اليرقه؟ بتاكل الانسجه الميته وبتساعد على شفاء الجلد.
وطريقة العلاج دي اسمها العلاج باليرقات. الفراعنة بقى كانوا بيبصوا للدبانة دي باحترام فظيع، لقوا بقى على جدران المعابد عند الفراعنة رسومات لدبان ذهبي، وكانت بالنسبة لهم رمز للشجاعة والإصرار. لا دول كمان كانوا بيكرموا المحاربين اللي راجعين من الحروب بوسامة الذبابة الذهبية. الدبانة طلعت مهمة واحنا ما نعرفش، لأن الدبانة دي عندها إصرار غير طبيعي وطول الوقت بتهاجم ما بنخلص. في بقى في أمريكا الجنوبية نوع من الدبانة اللهم احفظنا ربنا يبعده عنا، اسمه إيه؟ الذبابة الزومبي. بتعمل إيه؟ بتعمل وظيفة الزومبي. الدبانة دي بتحط البيت بتاعها جوه جسم النحلة، ولما البيت ده بيكبر ويبقى يرقات، اليرقات دي بتتحكم في دماغ النحلة تخليها تمشي في أماكن معينة بطريقة معينة لحد ما تموت زي الزومبي بالظبط. وده كان أكبر مثال للعلماء على التحكم في الخلايا العصبية من الطبيعة. خلاصة الأمر إيه؟ إن الدبانة دي بقت مهمة جدا لتوازن الطبيعة والبيئة وكمان لتنظيفها، ده غير إن هي مهمة للعلم والطب. مفيش حاجة على وجه الأرض ربنا خلقها من غير ما تكون مفيدة للإنسان. بس ده مش معناه إن إحنا نسيب الدبان في الشقة براحته، لأني زي ما قلت لكم من أكتر الكائنات الحية اللي بتنقل العدوى. الحلقة دي إهداء لبنتي اللي سألتني إيه فايدة الدبان. أنا كده خلصت، أشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير، ويا سلام لو تشتركوا في القناة. باي باي.